السلام عليكم متابعي قناة هل تعلم. إليكم اليوم 5 حوادث غامضة التقطتها كاميرات المراقبة. خامسا، جاكي سيتن. أواخر شهر أكتوبر عام 2015 واصلت الصحفية البريطانية جاكي سيتن أحد المطارات التركية لتلتحق بالطائرة في رحلتها إلى العراق، حيث تعمل هناك في إحدى منظمات دعم حرية التعبير. عندما وصلت جاكي كانت الطائرة قد غادرت، وبعد وقت قصير وجدت جاكي ميتة في أحد استراحات المطار. ذكرت التقارير أنها قامت بشنق نفسها باستخدام رباط حذائها. وذكرت وسائل الإعلام التركية أن جاكي كانت غاضبة جدا لعدم تمكنها من الالتحاق بالطائرة، حيث لم يكن بمقدورها دفع تكاليف شراء تذكرة جديدة. لكن الشرطة عثرت على مبلغ تجاوز 2000 يورو وبطاقتي ائتمان كانت بحوزة جاكي عندما عثر عليها، مما يعني أنه كان بمقدورها شراء تذكرة جديدة. أمر آخر يدحض احتمالية الانتحار ما التقطته إحدى كاميرات المراقبة عندما أظهرت جاكي تتجول في المطار ممسكة بحقيبة تسوق قبل لحظات من العثور على جثتها. إذن هل كانت الحادثة انتحارا بالفعل، أم أن الحقيقة أكثر عنفا من ذلك؟ رابعا، لارس ميتانك. شاب من ألمانيا ذهب في رحلة سياحية مع أصدقائه إلى مدينة فيرنا ببلغاريا. بينما كانوا هناك وقع شجار عنيف على الشاطئ تعرض فيه ميتانك لتمزق في طبلة الأذن، وأصبح غير قادر على السفر بالطائرة بسبب تلك الإصابة، فاضطر للمكوث في بلغاريا حتى يتعافى. بينما عاد رفاقه إلى ألمانيا على متن الطائرة، استأجر لارس ميتانك غرفة في فندق شعبي بأحد الأحياء الفقيرة لمدينة فيرنا على أمل التعافي والعودة إلى موطنه ألمانيا. في أول ليلة قضاها في الفندق، اتصل لارس بوالدته في ساعة متأخرة من الليل وأخبرها أنه يشعر بالخوف وأن شيئا ما ليس على ما يرام، وأمرها أن تقوم بإيقاف كل بطاقات الائتمان التي بحوزته. بعد فترة من ذلك غادر ميتانك غرفته مذعورا متجها إلى المطار. في تلك الأثناء اتصل مرة أخرى بوالدته وأخبرها أن 4 أشخاص يطاردونه وأنه يحاول الاختباء. بعدها استقل سيارة أجرة ووصل إلى مطار مدينة فيرنا في ساعة باكرة من الصباح. وقد ظهر في إحدى كاميرات المراقبة عند دخوله إلى المطار حاملا أمتعته، لكن بعد دقائق من ذلك شوهد لارس ميتانك يغادر المطار راكضا في حالة ذعر تاركا أمتعته وراءه. قال الشهود عيان إنه ركض باتجاه السياج الشائك المحيط بالمطار وقام بالقفز من فوقه واتجه إلى إحدى الغابات القريبة ليختفي تماما دون أي آثر منذ ذلك اليوم، على الرغم من الجهود التي تبذلها عائلته وأصدقائه للكشف عن مكانه ومعرفة تفاصيل ما حدث. ثالثا، براين شيفر. حادثة أخرى من حوادث الاختفاء الغامض وقعت لطالب في كلية الطب وأحد سكان ولاية أوهايو الأمريكية ويدعى براين شيفر. شهر مارس آذار عام 2006 قرر براين الخروج مع بعض زملاء الدراسة لقضاء ليلة في المدينة، حيث توجه رفقة أصدقائه إلى حانة تقع في الدور الثاني في مبنى بولاية أوهايو. أظهرت كاميرات المراقبة لحظة صعود براين السلم الكهربائي برفقة صديقتيه، وقد كانوا سعداء. في 10:10 ليلا اتصل براين بخطيبته التي قالت إن الاتصال كان طبيعيا ولم يكن هناك ما يثير القلق. بعد ذلك التوقيت ظهر براين مرة أخرى على كاميرا المراقبة متحدثا إلى زميلتيه ودعاهما ثم عاد إلى الداخل، وقد كانت تلك اللقطة آخر مرة شوهد فيها براين على الإطلاق. بعد اختفاء براين قامت الشرطة بمراجعة تسجيل كاميرا المراقبة عند المخرج الوحيد للحانة مراجعة دقيقة، وتأكدت أن براين لم يغادر الحانة في تلك الليلة، وبقي الاحتمال الوحيد هو أنه قد غادر من مكان آخر من داخل الحانة، لكن ذلك المكان كان مقفلا أمام الزوار حيث كانت تجرى فيه أعمال بناء. وحتى إن كان قد غادر من ذلك المكان فلا بد أن يظهر في إحدى كاميرات المراقبة المنتشرة في محيط المبنى، ومع ذلك لم يرى له أي أثر. وبدا الأمر كما لو أن براين شايفر قد تبخر في الهواء وسط الحانة المكتظة بالمرتادين. ثانيا، آلان جيل. في ليلة 23 من شهر فبراير عام 2014 قرر البريطاني آلان جيل القيام بجولة غريبة بين مدن مختلفة من منطقة كورنوول بإنجلترا، حيث التقطته كاميرات المراقبة في تلك الليلة يسير في أحد شوارع مدينة وايدبرغ قبل أن ينتقل بالحافلة إلى منطقة ترورو، ثم شوهد يسير في منطقة نيوكوي. بعدها التقطته الكاميرا يسير في منطقة بارنبورث. في صباح اليوم التالي
عثر على ألان جيل جثة هامدة على شاطئ مدينة بارنبورث، وقد كان عار من الملابس وإحدى جواربه كانت في فمه. بالقرب من جثته وجدت سترة سوداء فيها محفظة بها بعض النقود، بينما كانت بطاقته الائتمانية والشخصية مختفية. شيء آخر مثير للاستغراب عثر عليه في المحفظة صورة يبدو فيها ألان جايل عندما كان طفلا صغيرا. في البداية رأت الشرطة أن الحادثة رغم غرابتها حادثة انتحار، لكن تشريح الجثة كشف عن عدد من الإصابات الغامضة في رأسه وصدره وفي يده اليمنى، مما جعل الشرطة تصنف الحادثة كحادث مشبوه، وحتى الآن ما تزال الحقيقة غير معروفة. تحل في المرتبة الأولى عائلة جيميسون. حادثة اختفاء عائلة جيميسون تعد واحدة من أشد حوادث الاختفاء غموضا في الولايات المتحدة، وبالتحديد بولاية أوكلاهوما. بعد الاختفاء صرح قس يدعى جاري براندون أن العائلة كانت قد أخبرته في وقت سابق أن منزلهم تسكنه أرواح غاضبة لعائلة ميتة تدعى إيميلي ومايكل، وأنهم قد تواصلوا بطريقة ما مع تلك الأرواح، وأن ابنتهم الصغيرة ماديسون تحدثت أكثر من مرة مع طفل العائلة الشبح. وخوفا من عائلته قام بوبي جيميسون بشراء نوع خاص من الرصاص لمواجهة تلك الأرواح، كما أنه طلب أحد كتب السحر ظنا منه أن ذلك سيحميه وعائلته من تلك الأشباح. في 8 من شهر أكتوبر عام 2009 أظهرت كاميرا المراقبة المثبتة أمام منزل عائلة جيميسون أظهرتهم بينما كانوا ينقلون الأمتعة من البيت إلى السيارة للذهاب في رحلة. بدت العائلة في ذلك التصوير في حالة غريبة، فقد كانوا ينقلون الأمتعة بصمت دون أن يتحدث أحدهم إلى الآخر على الرغم من تنقلهم كثيرا بين السيارة والمنزل. بعد ذلك ركبوا في السيارة وانطلقوا في رحلة لم يعرف أحد تفاصيلها. بعد 8 أيام من الاختفاء عثر على سيارة العائلة مركونة في جانب أحد الطرقات في منطقة يوفولا الجبلية بولاية أوكلاهوما، وقد كانت مغلقة وبداخلها محفظات النقود وبطاقات الهوية وهواتفهم المحمولة وأكثر من 30,000 دولار أمريكي، بالإضافة إلى كلب العائلة الصغير الذي كاد أن يقضي جوعا. بعدها بدأت عملية بحث واسعة استمرت 8 أشهر دون جدوى. بعد 4 سنوات من الاختفاء عثر بعض صائدي الغزلان على بقايا عظمية بشرية في مكان يبعد 3 أميال عن مكان وجود السيارة، وقد أظهر تحليل البقايا أنها تعود بالفعل لعائلة جيميسون المغدورة، وكانت متحللة بشدة لدرجة تعذر معها تخمين سبب الوفاة، وإلى اليوم لا زال الغموض يكتنف هذه الحادثة. السلام عليكم متابعي قناة هل تعلم، إليكم 10 أشياء تتعرضون فيها للغش. في المرتبة العاشرة أكياس رقائق البطاطا. جميعنا مررنا بهذا، نشتري كيس رقائق بطاطا كبير الحجم، وعندما نفتحه نجد أن الهواء يملأ ثلثيه. البعض يجادل بأن الهواء يحفظ البطاطا ويبقيها طازجة، وآخرون يقولون إن كم الهواء لا يهم فالوزن هو المقياس، لكنني شخصيا أرى أن كمية البطاطا مقارنة بكمية الهواء في تلك الأكياس غير مقبولة، فنحن نعمل جاهدين لكسب مالنا ولسنا ندفعه للحصول على كيس مليء بالهواء. في المرتبة التاسعة الخدمات القانونية. تعرضت لحادث مروري تريد الانفصال عن شريك حياتك، وجدت أرضية المتجر مبللة دون لافتة تدل على ذلك. لا تقلق، يمكنك الاعتماد على المحامين طالما أن جيبك مليء بالمال. يتقاضى المحامون أجورا بمئات الدولارات كل ساعة، بالإضافة إلى تكاليف الاجتماعات وما يلحق بها، ودفع كل تلك التكاليف لا يضمن لك الفوز بالقضية، فقد تدفع عشرات الآلاف الدولارات وتخسر القضية في النهاية. طبعا الفوز ببعض القضايا لا يقدر بثمن، لكن بعض المحامين والوكالات يغالون في أجورهم. ومن الغرائب أن رجلا كنديا اشتكى لإحدى القنوات التلفزيونية من محاميه قائلا إنه يأخذ منه ثمن الأوراق وخرزاتها حتى. من المفاجئ حقا أنه لم يطلب منه دفع ثمن الحبر لإمضاء الشيكات. في المرتبة الثامنة اليانصيب. تعد مسابقات اليانصيب من أذكى الحيل المالية على الإطلاق، فهي لا تخسر ولا يمكن التحايل عليها. يبيعون آلاف البطاقات ويختارون أرقاما عشوائية، وإن كان رقم بطاقة أحدهم مطابقا للرقم المختار يحصل على جائزة بالملايين. فرصة ربح أحدهم باليانصيب هي عادة 1 ب3 مليون، وهذا فقط لإحراز أكثر من 3 أرقام صحيحة. أما لربح الجائزة الكبرى فالفرصة هي 1 ب40 مليون، وسواء فاز أحدهم بالجائزة
الجائزة الكبرى أم لا؟ الشركة المنظمة للمسابقة تربح المال. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. جميع الحقوق محفوظة لدى قناة هل تعلم.